الله يبارك لك. هي في حاجه تانية عايز اقول لك عليها برضه. اتفضل. هي اهم حاجه النظافه. اكيد طبعا. ازاي بقى؟ يعني القصب دلوقتي انت داخل عليه وقتك عمال بمسح فيه، اغسل القصب لازم اغسله الاول وبعد كده امسحه، لان الحاجه دي بقول لك ايه يا حب، فاضي؟ فاضي؟ تطلع معانا فيديو؟ ماشي تعالى نخش. ايه الاخبار يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخر فيديو كنا منزلينه كان عن اسوأ عصير قصب في كفر الشيخ، فجالي الكومنت اللي هتشوفوه دلوقتي ده كان جاي حد دخل وقال لي تعالى جرب عندنا ومش هتختلف ومش هتزعل. فان هو يخش في بوست احنا بنقول عليه اسوأ ويبقى عنده الجرأه ان هو يقول لك تعالى جرب، فده معناه ان هو فعلا بيقدم حاجه كويسه. بس عشان خاطر انا ما اظهرش في الصوره، فهبعت دلوقتي حبيبي اللي ورا الكاميرا ومش هنقول له هو مين عشان ده اللي هيبقى المجهول السري بعد كده اللي هيجيب لنا الطلبات، فمش هنقول له هو مين. هيروح يجيب لنا دلوقتي 2 عصير، واحتمال اخلي اي حد ماشي يدوق معايا ويقول رايه. تمام هنروح نصور عنده في المحل، مش تمام يبقى ولا كاننا صورنا حاجه. يلا اهو يا جماعه كنت المجهول، بس مش هنبين وشه عشان ما يظهرش بعد كده بعرفوه بقى من التيشيرتات بتاعته. الحمد لله. دلوقتي يا جماعه احنا جبنا اهوت دي الكوبايه اللي عنده دي ب 10 وده اكبر حاجه عنده ب 10، فهندوق وجبنا كوبايتين عشان الكوبايه الثانيه هندوق حد برضه ماشي. جامد بامانه، جامد قوي. عايزين نجيب اي حد معدي نوقفه ونشربه. استنى اجيب الراجل ده. بقول لك ايه يا حب، فاضي؟ فاضي؟ تطلع معانا فيديو؟ ماشي تعالى نخش. بص صلي على النبي. انا كنت عامل فيديو عن عصير قصب، اسوء عصير قصب في كفر الشيخ. في واحد فتح هنا جوه في الموقف علق لي وقال لي تعالى اشرب عندنا. طبعا عشان لما بنيجي نصور بيعملوا احسن حاجه، فعملنا ايه اللي انا وقفت هنا، الراجل اللي معايا راح جاب وجه، انا شربت العصير، هو ما يعرفنيش وما شافنيش لحد دلوقتي لسه، انا شربت وقلت رايي، قلت برضه عشان الناس ما تحسش ان احنا بنأفور. انا من فتره بقول لك احسن عصير في فتره، مش هتقول لي لا احنا عايزين الراجل ده بالذات، هتدوق دلوقتي الكوبايه وتقول لنا حلوه يستاهل ان الناس تجي له ولا لا. تمام امسك ركب المايك. لا بأمانة والله يستاهل صح؟